انا عارفه ان العطش في الصيام مأثر عليك، وساعه الفطار بتشرب ميه كتير، وتيجي ساعه السحور تشرب بتاع 4 لتر ميه. انت مش جمل، وحركه زي دي ممكن تموتك، ولو ربنا سترها معاك ممكن يغمى عليك. بس معاكم اخصائيه التغذيه ساره عصام من برنامج معلومه خفيفه. الاسم العلمي بتاعها ووتر انتوكسيكيشن او هايبر هايدريشن، التسمم المائي. مفيش توجيهات او ابحاث بتقول قد ايه كميه الميه اللي ممكن تموتنا، بس الاطباء مش بينصحوا انك تشرب لتر ميه في خلال ساعه واحده. امتى بتظهر اعراض التسمم المائي؟ لما بتشرب ميه من 3 ل 4 لتر في خلال ساعات قليله، والاعراض بتكون صداع، تشنجات، ضعف في العضلات، غثيان وترجيع، وفي الحالات الحرجه ممكن يسبب اغماء. طب لو حصل لي الحاله دي او حد من اللي حواليا حصل لهم الحاله دي اعمل ايه؟ ممكن ياكل حاجات مالحه، ولازم تدخل طبي فورا ونتوجه لاقرب مستشفى. طب في الوقت ده ايه اللي بيحصل في جسمنا؟ شرب ميه كتير بيدخل جسمنا في حاله اسمها هايبر نايتريميا، ودي معناها ان مستوى الصوديوم في الدم بقى قليل جدا. ولما تشرب ميه اكتر من الكميه اللي الكليه تقدر تفلتره، ده بيخفف الصوديوم في مجرى الدم ويعمل تضخم وتورم في الخلايا. مع تراكم الميه في الجسم بتبتدي الخلايا اللي في الجسم تنتفخ، بما فيها خلايا الدماغ، وبتسبب تورم في الدماغ اللي ممكن يوصلنا لغيبوبة وتنتهي بالوفاة لو ما اتلحقتش بسرعه. طب اشرب ميه قد ايه من غير ما يحصل تسمم في جسمي؟ بص، هو مفيش كميه ميه معينه تعمل تسمم مائي. كل شخص بيتحسب له كميه ميه على مدار اليوم على حسب وزنه، لكن الواحد يركز في كميه الميه اللي بيشربها في خلال ساعه ما تعديش لتر واحد. يعني قبل اذان الفجر ما نخلصش مخزون نهر النيل علشان خايفين نعطش. لا، الجسم عباره عن آلة. تقدر تفول عربيتك بنزين اكتر من اللي تقدر عليه؟ اكيد لا، او هتولع فينا كلنا. اهو ده بالظبط اللي بيحصل في الكليه تقدر تفلتر من 20 ل 28 لتر في اليوم، فده صعب على الكليه انها تفلتر اكتر من لتر واحد في خلال ساعه. وتقدر توزع شرب الميه من فتره الفطار لحد السحور عشان تقدر تشرب معدلك الطبيعي للميه بشكل صحي، بدل ما انت مركز في صينيه الكنافه اللي مش هتنفعنا لو تسممنا. لو عايز تعرف كميه الميه اللي جسمك محتاجها، اكتب لنا وزنك في الكومنتات وهنرد عليك.